شنو كيكون في لوطيلات في الخليج؟ كنمشي انا للوطيل، ملي كتمشي اي مغربيه للوطيل كيسول هذاك مول لوطيل في الريسبسيون داك السعودي شنو سميتك، شنو سميتك، وما كيقول لك انا سميتي فاطمه جايه من الدار البيضاء. مرحبا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، وين هو باسبورك؟ لا راه خداه ليا داك الكفيل ديالي، الكفيل خليت الباسبور عند الكفيل. تشتغلي وين؟ شنو هو شغلك؟ تشتغلي وين؟ راه الكفيل غادي يخدمني، راه خليت عنده الباسبور. هي ملي كتمشي للغرفه ديالها كتدخل يلا كتعطيه بالدار كيهز التليفون كيعيط للبوليس، حيت هي مغربيه، حيت السمعه ديال المغربيات ملتخه تما. كيعيط للبوليس كيقول لهم مغربيه ما عندها لا ديبلوم لا والو، جايه وداخله هين، وشفت واحد الراجل لاصقها كان معاه راجل، وهذا اجوا عندها دابا. كيجيو البوليس طق طق كيديوك للحبس، كيتكرفسوا عليك. علاش كيتكرفسوا عليك؟ باش ما عمرك تحط رجلك في السعوديه واخا ما داير والو. ما كيحمدش الله على خبزتو، في التالي ما كيلقى حتى نصها. واش عمركم شفتوا العيالات ديال الهند ولا ديال البرازيل ولا ديال فلسطين ولا ديال ليبيا ولا ديال الاردن واقفين قدام السفاره ديال السعوديه وكيغوتوا هذا عيب هذا عار بناتنا في خطر؟ الهنديات كيغوتوا حتى السفاره ديال السعوديه بالهضره ديالهم ديك اللغه ديالهم. ارجامي بك هاجي جوري باجي سيداجي، ارجامي بك هاجيني هاجي جولو جاني 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 ماني جاني شاروخاني. عمركم شفتوا هذه القضيه هذه اخوتي المغاربه؟ انا ما عمري شفتها. واش هاد الدول هادو خير من المغرب؟ هذا عيب هذا عار بناتنا في خطر، هذا عيب هذا عار المغربيات في خطر. قولوا معايا اخوتي المغاربه، هذا عيب هذا عار بناتنا في خطر. اش داني القرع نمشط له راسو. واش في اخباركم اخوتي المغاربه المغربيات اللي محتجزين في السعوديه؟ جيت اخوتي المغاربه نوركم بخصوص هذا الموضوع هذا، حيت حنا ما كنحمدوش الله، حنا شعب مهاجر، حنا الوحيدين في العالم اللي كنهزوا الصاك ديالنا فوق الكتاف كي قال سعيد موسكير، الساكي فوق كتافي. عزيز علينا الهجره، ولكن كنهاجروا لواحد لا ديستيناسيون لواحد البلاصه اللي ماشي ديالنا. اش داني القرع نمشط له راسو؟ اش داني نمشي لواحد الدوله اللي فيها نظام الكفيل؟ كنعيا نهضر في هذا المنبر هذا المتواضع، ولكن لا حياة لمن تنادي. كنعيا نخاطب المغربيات، عندكم سمعة خايبة في الخليج. علاش كتحطوا رجليكم في الخليج؟ حيت عندهم نظام الكفيل. الا ما عندكش واحد الباكاج بلا ما تمشي للخليج، الا ما كانش سميتك جون كنتي من ميريكان ولا من اوروبا، بلا ما تمشي للخليج، حيت نظام الكفيل كيطبق غير على العرب والبنغلاديش، حيت دول فقيرة كيطبقش على جون. حيت جون الا شدوه وداروا له نظام الكفيل، السفاره الامريكيه تخلي ضربوهم. كيخافوا هما من لي زوكسودونتو في الخليج، كيقربوش هما للكور، كيفتحوا لهم الباب كيعاونوهم. ولكن العرب بنغلاديش الهراوه والعصا لافويت كيعطوهم العصا في الحباسات. جيت اخوتي نوركم بخصوص هذا الموضوع هذا والمغربيات اللي محتجزين. غادي نوريكم مقطع من واحد المغربيه كتبكي، كتخصها ترجع للمغرب، راه غادي تنتحر. دابا المغرب ولا جنه، كتهربوا من المغرب بحال الا قلتي المغرب يعني لونفير، جهنم، ما فيه لا ماكله ما فيه حتى شي حاجه، والحروب عندنا والمشاكل. كتهربوا من المغرب وكتلقاو راسكم في جهنم الحقيقيه، وكتمناو ترجعوا للجنه اللي هي المغرب. شنو سميتك اختي؟ سميتي ليلى الكحيلي. ليلى الكحيلي. تعرفي هاد البنت؟ مريضة هاد البنت. باش مريضه؟ هادي ولات مسكينة كتفكر في الانتحار. قربي عندي شويه. هادي اللي كنهضر عليها. شنو واقع لك اختي؟ شنو واقع لك؟ وقع لي كنت نعرف في الاوتيل ما بيا ماليه، دخلوا لي البوليس قالوا لي كاينه حمله ديال المغربيات التاشيرات. قلت لهم مرحبا، قلبوا لي الغرفه، ما لقاو عندي حتى شي حاجه، غير دوا ديال الاكتئاب ولا لقاو عندي ما عندي حتى شي حاجه في الغرفه ديالي. ولا خصك تمشي معنا عندنا حمله على المغربيات ديال التاشيرات خصنا نرحلوهم. ملي وصلت دابا انا شهر ونص انا في الحبس. ملي بديت تقدم المحكمه، شنو هو الحكم ديالي؟ شنو هو الحكم ديالي؟ شنو دايره انا نتحكم؟ انا ما دايره حتى شي حاجه. كاين اللي 8 شهور باقا دابا نعيطوا عوات، حنا باش نعيطوا حدا هو اللي يدينا. انا وليت كنتمنى انني يهبطوني في الصندوق، بقيت كنفكر في الانتحار. انا مريضه باغا ننتحر، انا ما بغيتش يهبطوني ونهبط الصندوق. انا ما بغيتش وحده كتخرج وحده كتبقى في الحبس. بزاف الناس خرجوا دابا بعد الحمله هذه، وليت بينا مات الحمله هذه، بغيت تصبروا بحالنا. جا عندكم سمعتم اخوتي المغاربه هاد البنت هادي اش قالت لك؟ بان جاو عندي اللوطيل. ملي كتكوني مغربيه وعارفه بان السمعه ديال المغربيات ملتخه في الخليج، وكتهزي الباليزه ديالكم فوق هذا الشيء هذا كله، ما عندكش باكاج، ماشي طبيبه ولا مثلا انجينيور ولا ديال الخليج، ما عندك حتى شي ديبلوم، اشنو غادي ديري في الخليج او في لوطيل؟ وشنو كيكون في لوطيلات في الخليج؟ كنمشي انا للوطيل. تشتغلي وين؟ شنو هو شغلك؟ تشتغلي وين؟
راه الكفيل غادي يخدمني، راه خليت عنده الباسبور. هي يعني كانت بالوالدين ديالها وكانت برزقها بالباسبور ديالها في جيبها في المغرب اللي كيقولوا هما جهنم، حتى ولات يتيمه كيتكفل بها واحد السيده. هي بالوالدين ديالها ولات يتيمه كتكفل بها واحد السيده ولا واحد السيد، كتولي يتيم. كفيل يعني يتيم. انا بالنسبه ليا حتى خوتي المغاربه نطرح عليكم واحد السؤال حيرني ما لقيتلوش جواب وبغيتكم تجاوبوني. ربما انا احمق وقيله ولا ما كنعرفش شنو كنقول. نختاروا الدول الفقيره اللي فيها الفقر المدقع وفيها الحروب. نبداو بفلسطين هي الاولى، زيد سوريا، نمشيو اسيدي للاردن. المغرب خير من الاردن. نمشيو حنا للبريزيل اللي فيها الفافيلا وفيها حتى هي الجوع. نمشيو للهند، افقر دوله في العالم، اللي كياكلوا الربيع اللي كيكبر بالماء ديال بخرى اعز الله قدركم، وكيشربوا الماء خانز في الهند. البهايم ديالنا حنا في المغرب ما كياكلوش داك الربيع هذاك. البهايم ديالنا كياكلوا البتيخ والدلاح والبصله مازال طريه. تجيب مرا من الهند للمغرب تقول لك المغرب جنة الله على المغرب، نجلس فيه نستقر فيه حتى نموت. الحمد لله على هذا المغرب. شو بلادكم كيديروا؟ كتهاجروا كتمشيو للسعوديه، ما كتحمدوش الله على المغرب. الدول الوحيده اللي ما عمري نفكر انني نهاجر لها واخا يبقى فيها عرق واحد وهي دول الخليج. علاش؟ حيت فيها نظام الكفيل، ما فيهاش الحقوق، فيها نظام الكفيل. غيديو ليا الوراق ديالي وغيتكرفسوا عليا. نجلس في المغرب ديالي ونحمد الله ونشكروا عليه. علاش؟ حيت في العشيه فاش كنخرج من الدار ديالنا كنتسارع على رجيلاتي ولابس الدراعيه، كنلقى السويقه عامره بالخضاري والبهايم كيتمرقوا كيلعبوا مع راساتهم والخضره موجوده. نشري جوج مطيشات وقريعه وندخل البويت ديالي ونصب كويميله وراحه البال. حيت في المغرب الحمد لله تقدر تكري غير بيتي الا بغيتي، ولا ستوديو، ولا دار تبدل 4 ديور في نهار واحد الا بغيتي. في المغرب لا عندك غير شي شويه ديال الفلوس تسكن هنا، ما عجبكش تمشي ليه الجرادي، الماء موجود، الخير موجود، تكسل في الجرادي. ما عمر شي بوليسي ولا مخزني جا ضربني بالركله في الجرده وقال لي اجبدي باسبورك، عندك باسبور انت، يلا نتكفلوا بيك. ما كيتكفلوش بعباد الله في المغرب. الحمد لله المغرب بخير. ما عمر شي بوليسي دا لي الباسبور ديالي ولا لاكارت ديالي ولا مخزني ولا جدارمي ولا. الحمد لله نعس في الجرده حتى الجوج الليل ما كانش اللي يهضر معاك. الحمد لله والخير موجود. علاش انا غادي نهرب من المغرب؟ واش المغرب جهنم؟ واش فيه الحرب باش نمشي انا لدوله اخرى نعود المغرب بدوله بألف درجه؟ الحمد لله وشكروه على البلاد ديالكم. الخير موجود الحمد لله والشميشه. وعري على كتافكم وتخدم اصاحبي بوعشري. راه المغرب فيه ما يدار، راه مازال فيرج. راه كيجيو الناس من اوروبا كينفيستيو في المغرب اصاحبي. المغرب راه مازال فيرج كيقولوا النصارى. وخدم على راساتك. خير الكلام ما قل ودل. اظن انني قلت ما فيه الكفايه. واخا كنخرجوا كنغوت في هذا المنبر هذا المتواضع على دوك البنات كيبقاو في التالي بنات بلادي مغربيات نخرج ونعقب عليهم. وكنتمنى من الله عز وجل ان يطلق سراحهم. وكنتمنى الرساله ديالي توصل للجهات المختصه، الجهات المعنيه بهذه القضيه هذه. السفير ديال السعوديه لان السعوديه ثانيه اتفاقيات مع المغرب، وكاينين سجناء في المغرب اللي مشاو للسعوديه، يعني كاين تبادل سجناء. كنتمنى من الله عز وجل رسالتي توصل للمعنيين بالامر ويستصغاو المعنى والمضمون والمغزى من الكلام ديالي، ويدخلوا عاجلا وينقذوا بنات بلادهم من ذاك الجحيم، ويجيبوهم يدوزوا الحبس في المغرب، ويقلبوا ذاك الدواسه ويشوفوا هاد البنات هادو علاش تحاكموا. كنتمنى من الله عز وجل الرساله ديالي توصل. خير الكلام ما قل ودل. اظن انني قلت ما فيه الكفايه. الله يهدي ما خلق الله يهدي الجميع. كنتمنى ليله سعيده للجميع. الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.